أهلا بكم في استكشاف جديد ومتعمق. النهاردة هنغوص في عالم الإقناع والتأثير. هنكشف سوا بعض الأسرار النفسية اللي بتخلينا نقول تمام أو لأ، وأحيانا يعني من غير ما نفكر أصلا. مصدرنا هو كتاب مهم لروبرت سيالديني. ده باحث قضى سنين بصراحة بيراقب ويتعلم من الناس الشاطرة قوي في الإقناع. زي مين بقى؟ البياعين، الناس اللي بتجمع تبرعات، حتى المعلنين، كل دول. فعلا. وفهم الآليات دي مهم جدا، لأن كتير منها بيشتغل بشكل شبه تلقائي جوانا، زي التيار الآلي كده، بيوفر علينا مجهود التفكير في كل قرار صغير. بس ده معناه برضو إننا ممكن نتأثر بسهولة لو مش واعيين، صح؟ بالظبط. ممكن نكون عرضة للاستغلال لو مش فاهمين، فمعرفة الأساليب دي هي أول خطوة عشان نتعامل معاها بذكاء. تمام. وده هدفنا هنا النهاردة. هنحاول نفهم بعض المحفزات الأساسية دي، يعني مثلا استجاباتنا الأوتوماتيكية، وإزاي بنستخدم سلوك الناس التانية كدليل لينا. يمكن ده يساعدنا نكون أكثر وعيا في قراراتنا اليومية. خلينا نبدأ بأول فكرة، اللي هي فكرة الاستجابات الآلية دي. سيالديني سماها كليك وير. زي ما يكون في زرار معين، يعني كليك، الزرار ده بيشغل رد فعل ثابت ومتوقع اللي هو وير. زي برمجة كده. أيوة. المثال اللي استخدمه من عالم الحيوان بسيط جدا بس بيوضح الفكرة قوي. الأم الديك الرومي بتتعامل بحنية غريبة مع أي حاجة بتعمل صوت تشيب تشيب، زي كتاكيتها طبعا. طبيعي. الغريب بقى إنها بتعمل نفس الشيء حتى لو الصوت ده جاي من دمية أبلة محشوة، اللي هو عدوها الطبيعي أصلا. مجرد الصوت شغل رد الفعل. تمام. دي اسمها في علم سلوك الحيوان أنماط الفعل الثابتة، Fixed Action Patterns. ورغم إننا كبشر أعقد بكتير طبعاً، إلا إننا بنستخدم طرق مختصرة شبه كده. إزاي بقى؟ إحنا كمان عندنا كليك وير. بشكل مختلف شوية. بص، في عالم مليان معلومات وقرارات طول الوقت، الاختصارات الذهنية دي ضرورية عشان نعرف نمشي حياتنا، زي تجربة آلة التصوير في المكتبة. دي مثال ممتاز على ده. عند البشر كان في باحثة بتطلب من الناس تعديها في طابوه التصوير. التجربة المشهورة دي. أيوه. لما استخدمت كلمة علشان أو لأن بكوز، نسبة الموافقة زادت بشكل كبير جدا، حتى لو السبب اللي قالته بعد علشان كان كلام فاضي، زي مثلا عاوزة أعدي علشان لازم أصور. طب ما ده طبيعي. يعني مجرد كلمة علشان هي اللي عملت الكليك. بالظبط. الكلمة نفسها كانت الزرار اللي شغل الموافقة التلقائية عند ناس كتير. ده خلي الواحد يفكر بقى، ازاي الاختصارات دي ممكن توقعنا في قرارات غريبة، زي قصة مجوهرات الفيروز اللي سيالديني حكاها. محل مجوهرات مش عارف يبيع كمية فيروز عنده. والموظفة غلطت وضعفت السعر بدل ما تقسمه بالنص. أيوة. والنتيجة اتباعت كلها فوراً. الناس استخدمت اختصار غالي يساوي جودة عالية من غير تفكير. هي اختصارات مفيدة في العادي، بتوفر وقت، لكن الاعتماد الأعمى عليها ممكن يضرنا. تماماً. والمشكلة الأكبر لما حد تاني يفهم الاختصارات دي كويس ويستخدمها لمصلحته هو، مش لمصلحتنا إحنا. وده بينقلنا لمبدأ تاني بيستغل طريقة تفكيرنا التلقائية دي، وهو مبدأ التباين. مبدأ التباين أو الكونتراست برينسبل، ده بيوضح إزاي حكمنا على حاجة بيتأثر جدا باللي شفناه أو جربناه قبلها على طول. المثال الكلاسيكي بتاعه هو تجربة الثلاث دلاء مياه، واحد بارد، واحد فاتر، واحد سخن. التجربة دي بسيطة ومعبرة جدا. لو حطينا إيد في المية الباردة وإيد في السخنة، وبعدين حطينا الإيدين مع بعض في المية الفاترة، الإيد اللي كانت في البارد هتحس إن الفاتر ده دافي قوي، والإيد اللي كانت في الساخن هتحسه بارد. هي نفس المية الفاترة، لكن الإحساس بيختلف تماماً بسبب اللي جربته الإيد قبلها مباشرة. طب إزاي ده بيستخدم في الإقناع بقى في حياتنا اليومية؟ قبل ما يعرض القميص أو البلوفر أو الإكسسوارات الأرخص. ليه بقى الترتيب ده مهم؟ لأن بعد ما الواحد يقتنع نفسياً، أو على الأقل يفكر فيه، سعر البدلة اللي هو مثلاً 5000 جنيه، سعر البلوفر اللي ب1000 جنيه هيبان جنبه ولا حاجة، مبلغ بسيط وسهل الوفقة عليه. لكن لو بدأ بالبلوفر، ال5000 جنيه بتاعت البدلة هتبان بعد كده مبلغ ضخم جداً وصعب الواحد يبلعه. ياه، يعني مجرد الترتيب ممكن يغير قرار الشراء تماماً. حيلة بسيطة بس قوية. جداً. هو بيلعب على إحساسنا النسبي بالقيمة، مش القيمة المطلقة. وده يقودنا لمبدأ تاني يمكن هو الأقوى اجتماعياً بصراحة، الرد بالجميل أو المعاملة بالمثل، الريسيبروكيشن.
قاعدة الرد بالمثل دي فعلا قوية ومتجذرة في كل الثقافات الإنسانية تقريبا. بنحس جوانا بواجب داخلي قوي إننا لازم نرد أي هدية أو خدمة أو معروف بيتقدم لنا. ده طبعا بيخلي المجتمع متماسك، لكن ليه جانب تاني ممكن يستغل. زي إيه مثلا؟ زي تجربة البروفيسور ريغان بتاعة الكوكاكولا، كانت كاشفة قوي. كان في مساعد باحث اسمه جو بيشارك في التجربة مع ناس تانية كمشارك عادي يعني. في نص التجربة جو كان بيخرج ويربع ومعاه علبتين كوكاكولا، واحدة لنفسه والتانية بيقدمها للمشارك التاني كمعروف بسيط كده وغير مطلوب. تمام. لناس وناس لأ طبعا. أيوه، لمجموعة ومجموعة لأ. في نهاية التجربة بقى جو كان بيطلب من المشاركين يشتروا منه تذاكر يا نصيب كان بيبيعها. والنتيجة كانت إيه؟ متوقعة؟ الجزء المتوقع إن الناس اللي أخدوا الكوكاكولا من جو اشتروا منه تذاكر يا نصيب أكتر بكتير من اللي ما خدوش. لكن المفاجأة الأكبر بقى كانت إن ده حصل حتى للناس اللي كانوا صرحوا قبلها إنهم مش معجبين بجو كشخص. معقول؟ يعني الرد بالجميل غلب عامل الإعجاب الشخصي؟ بالظبط. قوة الرد بالجميل كانت أقوى. الهدية الصغيرة حتى لو كانت غير متوقعة زي علبة كنز خلقت إحساس بالمديونية صعب يتجاهلوه. جماعة زي هاري كريشنا زمان استغلت ده بذكاء. كانوا بيدوا الناس وردة أو كتاب كهدية في المطار أو الشارع وبعدين يطلبوا التبرع. صعب قوي تاخد الوردة وترفض التبرع بعدها، الواحد بيتحرج. فعلا. وفي تطبيق تاني للمبدأ ده كمان، اللي هو بيسموه الرفض ثم التراجع، rejection then retreat. دي تقنية مشهورة برضو. الفكرة إنك تبدأ بطلب كبير قوي، غالبا عارف إنه هيترفض، وبعدين تتنازل أو تتراجع لطلب أصغر، اللي هو غالبا كان هدفك من الأول. سيالديني نفسه حكى موقف شخصي معاه. قبله ولد كشاف في الشارع عرض عليه تذاكر حفلة ب$5. مبلغ مش قليل وقتها يمكن. هو رفض، فالولد قال له على طول: طيب تمام، ممكن تشتري مني لوح شوكولاتة من دول ب$1 بس. سيالديني لقى نفسه بيشتري لوحين مع إنه أصلاً مش بيحب الشوكولاتة دي. الأسلوب ده فعال لسببين، والاتنين ليهم علاقة بالمبادئ اللي اتكلمنا عنها. أولاً، لما الطرف التاني يتراجع من طلب كبير لصغير، ده بيعتبر تنازل من ناحيته، صح؟ صح. فقاعدة الرد بالمثل بتشتغل جواك، بتحس إنك لازم تقدم تنازل أنت كمان، اللي هو تغيير ردك من الرفض للقبول على الطلب الصغير. ثانياً، مبدأ التباين بقى. الطلب الصغير أبو $1 ده بيبان تافه ومعقول جداً مقارنة بالطلب الكبير أبو $5 اللي لسه رافضه، فالموافقة بتبقى أسهل بكتير. ياه، ده تركيب ذكي للمبدئين مع بعض. وكمان ليه أثر إضافي. الأسلوب ده بيخلي الشخص اللي وافق يحس بمسؤولية أكبر تجاه الاتفاق اللي وصلوا له ويحس برضا عنه، وبالتالي بيبقى أكثر التزاماً بتنفيذه بعد كده. طب الواحد يحمي نفسه إزاي من استغلال الرد بالجميل بالطريقة دي أو بالهدية الأولانية؟ المفتاح هو إعادة تعريف الموقف في دماغك. لو حسيت إن الهدية أو الخدمة أو التنازل الأولاني ده ما كانش معروف حقيقي أو كرم تلقائي، لا، ده كان مجرد خطوة أولى في تكتيك بيع أو إقناع. يعني حسيت إنها مش لوجه الله يعني. بالظبط. وقتها لازم تفصلها ذهنياً عن الطلب التاني اللي جه بعدها، وتقدر وقتها ترفض الطلب التاني ده من غير ما تحس بذنب المديونية أو الحرج. كأنك بتقول لنفسك: الهدية الأولانية دي كانت مجرد أداة بيع مش كرم حقيقي، فأنا مش ملزم أرد عليها بمعروف تاني. منطقي. وده يودينا لمبدأ تاني مرتبط بالقرارات اللي بناخدها ونتمسك بيها، الالتزام والثبات، consistency. ليه بنبقى متمسكين أوي بقراراتنا الأولانية حتى لو ظهرت أدلة ضدها بعد كده؟ الرغبة في الثبات أو الكونسيستنسي دي قوية جدا جوانا. بنحب نظهر قدام نفسنا وقدام الناس كمان إننا متسقين، إن كلامنا زي أفعالنا، وإن قراراتنا ثابتة. ده بيخلينا نبان عقلانيين وموثوقين ومستقرين. وكمان مريح، صح؟ يعني أسهل من إن الواحد يقعد يعيد تقييم كل حاجة طول الوقت. بالظبط. الثبات ده يعتبر اختصار عقلي، بيريحنا من مجهود التفكير والتقييم المستمر اللي ممكن يكون مرهق. سيالديني لاحظ ملاحظة لطيفة جدا في سباقات الخيل. الناس اللي بتراهن ثقتهم في فوز الحصان اللي اختاروه بتزيد بشكل كبير جدا بعد ما يحطوا الرهان عليه فعلا، مع إن الحصان هو والسباق هو. أيوة. الفرق كله حصل في لحظات قبل وبعد وضع الرهان. مجرد فعل الالتزام بالرهان ده غير شعورهم تجاه احتمالات فوز الحصان. إذن الالتزام هو المفتاح اللي بيشغل الرغبة في الثبات دي.
طب إزاي ده بيستغل ضدنا؟ أشهر طريقة هي أسلوب وضع القدم في الباب، الفوت إن ذا دور تكنيك. الفكرة إنك تبدأ بطلب صغير جدا، حاجة بسيطة قوي غالبا الناس هتوافق عليها من غير تفكير، وبعدين بعد ما تاخد الموافقة دي تطلب طلب أكبر مرتبط بالطلب الصغير الأولاني. زي إيه؟ التجربة الكلاسيكية كانت عن وضع لافتة كبيرة ومش شكلها حلو قوي، مكتوب عليها خد بحذر في حديقة بيت الناس. منظرها كان كبير ومش لطيف. أكيد معظم الناس رفضوا. فعلا الأغلبية رفضت، لكن كان في مجموعة تانية من الناس كانت طلب منهم قبلها بأسبوعين طلب صغير جدا، زي مثلا إنهم يحطوا لافتة صغيرة جدا ومش باينة قوي على شباكهم، أو إنهم يوقعوا على عريضة لدعم القيادة الآمنة أو الحفاظ على جمال المنطقة. طلب بسيط وافقوا عليه. تمام، وبعدين؟ إنهم يحطوا اللافتة الكبيرة الوحشة بقى، نسبة ضخمة منهم وافقت. ليه كده؟ إيه اللي اتغير؟ اللي اتغير هو نظرتهم لنفسهم. الالتزام الصغير الأولاني حتى لو كان بسيط غير الصورة الذاتية بتاعتهم، بقوا شايفين نفسهم مواطنين صالحين مهتمين بالقضايا العامة وبيساهموا في المجتمع. وبالتالي لما جه الطلب الكبير اللي هو اللافتة الكبيرة، رفضه كان هيتعارض مع الصورة الذاتية الجديدة دي، فعشان يفضلوا متسقين مع نفسهم مع الصورة اللي كونوها عن نفسهم وافقوا على الطلب الكبير. يعني الالتزام الأولاني بيخلق المبرر للالتزام التاني الأكبر. بالظبط، والالتزامات دي بتكون أقوى وأشد تأثيراً لو كانت علنية قدام الناس، أو لو كانت مكتوبة بخط الإيد، أو لو تطلبت مجهود من الشخص عشان يعملها. وفي كمان الأسلوب التاني اللي شبهه، اللي هو الكرة المنخفضة أو اللو بولينج، ده اللي بيستخدموه بتوع بيع العربيات ساعات. ده أسلوب خبيث شوية. بيقدم لك سعر مبدئي مغري جدا على العربية اللي عجبتك. بعد ما تاخد قرار الشراء وتلتزم بيه نفسيا وتبدأ بقى تتخيل نفسك سايق العربية وخلاص فرحت بيها، يبتدي البياع يكتشف إن في غلطة في الحساب، أو إن في تكاليف إضافية ضرورية ما كانتش واضحة في الأول، ضريبة مثلاً أو تجهيز معين. والسعر يزيد عن اللي اتفقنا عليه. أيوة، ولأنك خلاص التزمت داخلياً بالعربية دي وبالصفقة، بيبقى صعب نفسياً إنك تتراجع عن كل ده. فغالباً للأسف بتكمل في الصفقة حتى بالسعر الأعلى الجديد ده عشان تفضل ثابت مع قرارك الأولاني. يعني الالتزام الأولاني خلق رجلين وهمية للصفقة حتى لو السبب الأصلي المغري اتشال. تماماً. طيب، إزاي الواحد يتصدى لده؟ إمتى يعرف إنه بيتمسك بقرار غلط لمجرد إنه عايز يفضل ثابت وخلاص؟ سيالديني بيقترح إننا ننتبه لإشاراتنا الداخلية. في نوعين من الإشارات. أولاً إشارات المعدة، الإحساس ده بعدم الارتياح اللي بيجيلك في معدتك لما تلاقي نفسك على وشك توافق على حاجة أنت في قرارة نفسك مش مقتنع بيها، بس عشان تفضل متسق مع التزام سابق عملته. الإحساس اللي بيقولك لأ، في حاجة غلط. بالظبط. ثانياً، وهو الأهم يمكن، إنك تسأل نفسك سؤال من أعماق القلب. السؤال ده هو: لو رجع بيا الزمن للحظة دي دلوقتي وأنا معايا المعلومات اللي عندي حالياً، هل كنت هاخد نفس القرار الأولاني ده؟ لو الإجابة الصادقة والفورية اللي طلعت من جواك هي لأ، يبقى غالباً أنت بتقع في فخ الثبات الأعمى، والمفروض في الحالة دي تسمح لنفسك بتغيير رأيك وقرارك، حتى لو ده معناه إنك مش هتبقى ثابت مع قرارك الأولاني. منطقي جدا. الانصات للإحساس الداخلي وللسؤال ده مهم. ده بيخلينا نفكر في مصدر تاني مهم جدا لمعلوماتنا وقراراتنا، وهو الناس اللي حوالينا. وده ياخدنا المبدأ الإثبات الاجتماعي أو السوشيال بروف. الإثبات الاجتماعي ببساطة شديدة هو إننا بنحدد إيه الصح أو إيه التصرف المناسب في موقف معين عن طريق إننا نشوف الآخرين بيعملوا إيه. بنفترض إن تصرفات الأغلبية غالباً هي اللي بتدل على الطريق الصحيح، خصوصاً لو إحنا مش متأكدين أو الموقف غامض بالنسبة لنا. المثال الصارخ اللي دايما بيجي في بالي ويمكن في بال ناس كتير هو الضحك المعلب في المسلسلات الكوميدية القديمة. الكاند لافتر. أغلبنا بيقول إنه مش بيحبه وبيحس إنه مصطنع ومزعج كمان، لكن صناع المسلسلات كانوا بيستخدموه بكثرة زمان. ليه؟ لسبب بسيط جداً. الأبحاث أثبتت إنه بيشتغل، بيخلي المشاهدين يضحكوا أكتر والمدة أطول على النكت، حتى لو النكت نفسها مش قوية قوي. وكمان بيخليهم يقيموا المسلسل ككل على إنه أظرف وأكتر كوميدية. معقول؟ رغم إنه مزيف؟ أيوة، لأن رد فعل الآخرين ده حتى لو كان مزيف ومسجل بيوفر لنا دليل اجتماعي على إن الموقف ده مضحك والمفروض نضحك، فبنستجيب للدليل ده. المبدأ ده قوي جدا في توجيه سلوكنا، خصوصا في حالات عدم اليقين أو الغموض.
بس الاعتماد الأعمى على الإثبات الاجتماعي ده ممكن يؤدي لمشاكل خطيرة جدا، زي ظاهرة تقاعس المارة أو اللي سماها سيالديني الجهل التعددي في حالات الطوارئ. القصة المأساوية بتاعت كيتي جينوفيزي في نيويورك زمان دي أشهر مثال على كده. الست اتقتلت على مدى فترة زمنية مش قصيرة قدام عدد كبير من جيرانها في العمارة، ومحدش اتصل بالبوليس غير متأخر قوي. إيه التفسير النفسي لده؟ لاتانيا ودارلي عملوا تجارب كتير جدا عشان يفهموا الظاهرة دي ووصلوا لتفسير مقنع جدا. في المواقف الغامضة أو الطارئة زي سماع صوت صريخ أو رؤية حد واقع في الشارع، كل شخص موجود بيبص على ردود أفعال الناس التانية عشان يقرر الموقف ده خطير فعلا ولا لأ، وإيه التصرف المناسب. طبيعي بنشوف الناس هتعمل إيه. المشكلة بقى إن كل واحد في نفس الوقت بيحاول يبان هادي ومتماسك قدام الآخرين، مش عايز يبان هو الوحيد اللي قلقان أو مش فاهم. فالنتيجة إيه؟ الكل بيبص يلاقي إن محدش تاني قلقان أو متصرف، فبيستنتجوا إن أكيد مفيش مشكلة خطيرة وإلا كان حد اتصرف. كل واحد بيضلل التاني من غير ما يقصد. دي هي حالة الجهل التعددي أو pluralistic ignorance. بالإضافة لعامل تاني، إن وجود ناس كتير بيخفف الإحساس بالمسؤولية الفردية. بالظبط، كل واحد بيقول أكيد حد غيري هيتصرف أو هيتصل، فمحدش بيتحرك في الآخر. طيب، في عامل تاني مهم بيأثر في قوة الإثبات الاجتماعي ده، وهو عامل التشابه similarity. بنميل أكتر إننا نقلد سلوك الناس اللي شبهنا، صح؟ جدا، دي نقطة مهمة قوي. التجارب أثبتت إننا بنبقى أكتر استعداداً نقتدي أو نتأثر بسلوك الناس اللي بنحس إنهم شبهنا في السن، في الاهتمامات، في الظروف، في الخلفية الاجتماعية، حتى في طريقة اللبس. ساعات بنبقى أكتر استعداداً نساعد حد شبهنا أو نصدق شهادة منتج من حد شبهنا أو نتأثر بقصص نجاح ناس في نفس ظروفنا. عشان كده مثلا حملات التوعية الصحية أو مكافحة التدخين بين المراهقين بتكون أنجح بكتير لو اللي بيقدمها وبيشارك فيها مراهقين زيهم، مش مجرد كبار بيقولوا لهم يعملوا إيه. التشابه بيخلي الإثبات الاجتماعي أقوى وأكثر إقناعاً لينا شخصياً. تماماً. طب إزاي الواحد يتجنب الوقوع في فخ الإثبات الاجتماعي الغلط؟ سواء كان مقصود زي الضحك المعلب أو مجرد خطأ جماعي زي تقاعس المارة. أولاً لازم نكون واعيين دايماً إن الإثبات الاجتماعي ده ممكن يكون مزيف أو متلاعب بيه، زي الضحك المعلب أو المصفقين المستأجرين في المسارح زمان، أو شهادات العملاء الوهمية في الإعلانات، أو حتى عدد اللايكات والمتابعين الوهميين على السوشيال ميديا. لازم نشكك في صحة الدليل ده. تمام، وإيه كمان؟ ثانياً نسأل نفسنا سؤال مهم: هل الأغلبية دي بتتصرف بناءً على معلومة حقيقية ومؤكدة عندهم، ولا هم كمان مجرد بيقلدوا بعضهم البعض؟ زي مثلا في زحمة الطريق ممكن تلاقي طابور طويل من العربيات غير حارته فجأة، ممكن يكون بسبب حادثة قدام، وممكن يكون لمجرد إن أول عربيتين في الطابور عملوا كده بالصدفة أو لسبب خاص بيهم، والباقي قلدهم من غير ما يعرف ليه. فلازم نميز بين الإثبات الاجتماعي المبني على معلومة والإثبات الاجتماعي المبني على مجرد التقليد الأعمى. والنقطة الأهم بقى في حالات الطوارئ؟ في حالات الطوارئ لو محتاج مساعدة ولقيت ناس كتير حواليك واقفة ومحدش بيتحرك، لازم تكسر حالة الجهل التعددي وتحدد المسؤولية. بدل ما تصرخ بشكل عام حد يساعدني أو حد يتصل بالإسعاف، ده ممكن ما يجيبش نتيجة. الأفضل إنك توجه طلبك المباشر والواضح لشخص واحد معين تختاره من وسط الناس، تشاور عليه وتقوله: يا أستاذ يلي لابس جاكيت أزرق، لو سمحت أنا محتاج مساعدة، اتصل بالإسعاف فوراً. كده بتخليه هو المسؤول المباشر وصعب عليه يتجاهلك أو يفترض إن حد تاني هيقوم بالمهمة. دي نصيحة عملية ومهمة جدا فعلا. تمام، ونيجي بقى لآخر مبدأ هنتكلم عنه النهاردة، وهو يمكن الأكثر دفئاً أو إنسانية في التعامل، لكنه برضو أداة قوية جدا للتأثير والإقناع: مبدأ الإعجاب أو اللايكينج. مبدأ الإعجاب ده بسيط وواضح ومنطقي جدا. إحنا بنميل أكتر إننا نقول ونوافق على طلبات الناس اللي نعرفهم وبنحبهم أو على الأقل معجبين بيهم. ده يمكن السبب الرئيسي ورا نجاح حاجات زي حفلات تابروير زمان، أو أي حفلات بيع منزلي بتعملها ربات البيوت لصحباتهم وجيرانهم. كانت منتشرة جدا. الناس ما كانتش بتشتري بس عشان المنتج نفسه كويس، لأ، بشكل كبير جدا كانوا بيشتروا عشان الحفلة دي في بيت صديقتهم أو جارتهم اللي بيحبوها، وعشان يدعموها وما يكسفوهاش قدام باقي الحاضرين. رفض الشراء من صديقة عزيزة أصعب بكتير نفسياً من رفضه من بياع غريب في محل.
وده اللي بتعتمد عليه شركات كتير في البيع المباشر، صح؟ طريقة السلسلة التي لا تنتهي. بالظبط. ال Endless Chain Method. مندوب المبيعات بعد ما يبيع العميل بيطلب منه أسماء أصدقاء أو معارف ممكن يكونوا مهتمين بالمنتج، وبعدين يروح للعميل الجديد ده وهو مسلح باسم الصديق المشترك ده كمدخل للمحادثة وكسر للحواجز. أنا بكلمك بترشيح من صديقك فلان. ده بيفتح الباب على طول وبيزود فرصة البيع جدا بسبب قوة رابطة الصداقة والإعجاب. طب إيه هي العوامل اللي بتخلينا نحب أو نعجب بشخص ما؟ سيالديني ذكر كذا عامل. هو لخصهم في كذا نقطة مهمة، والمقنعين المحترفين بيعرفوا يستخدموا العوامل دي كويس قوي. منها مثلا الجاذبية الجسدية. للأسف الناس الجذابة شكلا بتميل إنها تاخد مميزات أكتر في الحياة زي في الانتخابات أو التوظيف بسبب تأثير الهالة هايلو إفكت. عامل تاني قوي هو التشابه، زي ما قلنا قبل كده. بنحب الناس اللي شبهنا في الآراء، في الخلفية الاجتماعية، في الاهتمامات، حتى في طريقة اللبس والهوايات. والمجاملات، الإطراء. طبعاً، المجاملات ليها تأثير كبير جداً. بنميل طبيعياً للشخص اللي بيشوف فينا صفات كويسة وبيمدحنا، حتى لو عارفين إن المدح ده ممكن يكون مبالغ فيه شوية. كمان التواصل المتكرر والتعاون مهمين. مجرد الألفة والتعود على رؤية شخص بيزود الإعجاب بيه، والتعاون لتحقيق هدف مشترك بيولد مشاعر إيجابية وإعجاب قوي جداً بين الأفراد، حتى لو كانوا أعداء في الأول، زي ما حصل في تجربة كهف اللصوص الشهيرة لمظفر شريف. تجربة الأولاد اللي كانوا فريقين أعداء وبقوا أصحاب بعد ما اضطروا يتعاونوا؟ أيوة، هي دي. التعاون الإجباري لحل مشاكل بتواجههم كلهم خلق روابط قوية بينهم. وأخيراً الارتباط الشرطي. بنميل نربط الأشخاص بالأحداث أو الأشياء اللي بيجيبوها معاهم. لو حد دايماً بيجي بأخبار حلوة أو مرتبط بمواقف إيجابية بنميل نحبه أكتر، والعكس صحيح. زي ارتباطنا بمذيع الطقس اللي بيقول إن الجو هيبقى وحش. بالظبط. أو الارتباط الإيجابي اللي بيعملوه في الإعلانات بين المنتج وشخص مشهور محبوب أو موديل جذابة. طيب، لو الواحد لقى نفسه في موقف بيع أو تفاوض وحس إنه معجب بالشخص اللي قدامه زيادة عن اللزوم أو بشكل مش مبرر ومش عارف يفصل بين إعجابه بالشخص وبين الصفقة نفسها، إيه الدفاع هنا؟ الدفاع هنا بيتطلب وقفة واعية مع النفس. سيالديني بيقترح إننا نستخدم الشعور بالإعجاب المفرط وغير المبرر ده كإشارة تحذير. لما تلاقي نفسك معجب بالشخص ده أكتر من اللازم أو أسرع من اللازم بالنسبة للموقف، وقتها لازم تعمل خطوة ذهنية مهمة. تفصل مشاعرك تجاه الشخص المقدم للطلب عن الطلب نفسه أو المنتج أو الصفقة اللي بيعرضها، وتسأل نفسك سؤال محدد: هل أنا مهتم بالمنتج ده أو بالصفقة دي فعلاً، بغض النظر عن مين الشخص اللطيف ده اللي بيعرضها عليا؟ هل كنت هشتريها لو كان بيعرضها حد تاني مش عاجبني؟ لو الإجابة الصادقة هي لأ، يبقى لازم تعيد تقييم الموقف كله بناء على مزايا وعيوب الصفقة نفسها فقط، وتحاول تحيد تأثير الإعجاب بالشخص ده على قرارك النهائي. ممتاز. يعني التركيز على موضوع الصفقة مش الشخص. كده احنا غطينا مجموعة من أهم المبادئ النفسية اللي بتوجه قراراتنا واللي شرحها سيالديني في كتابه: الاستجابات التلقائية، كليك وإر، مبدأ التباين، الرد بالمثل، الالتزام والثبات، الإثبات الاجتماعي، وأخيراً الإعجاب. كلها أدوات تأثير قوية جداً، ممكن تكون مفيدة لينا في فهم نفسنا والآخرين، لكن برضو للأسف ممكن تستغل ضدنا لو مش واعيين بيها. ولازم نأكد تاني ونقول إن المبادئ دي في حد ذاتها مش بالضرورة سيئة أو شريرة. هي في الأصل اختصارات ذهنية طبيعية ومفيدة جدا بنستخدمها كل يوم عشان نقدر نتعامل مع تعقيدات الحياة وكم المعلومات الرهيب اللي بنتعرض له. المشكلة الحقيقية بتظهر لما نستخدم الاختصارات دي بشكل أعمى تماماً من غير أي تفكير نقدي، أو الأخطر لما حد تاني يفهم الاختصارات دي كويس ويستغلها عن وعي لمصلحته هو وعلى حسابنا إحنا. فالوعي بيها وبطريقة عملها هو اللي بيدينا القوة والقدرة على الاختيار. هل نمشي ورا الاختصار ده في الموقف الحالي ولا نقاومه ونفكر بشكل أعمق؟ وده بيطرح سؤال أخير مهم للتفكير، سؤال يمكن مفتوح شوية. في عالمنا المعاصر ده اللي بيزداد تعقيداً يوم عن يوم والمعلومات فيه بتتضاعف بشكل جنوني، واضح إن اعتمادنا على الاختصارات الذهنية دي هيزيد مش هيقل، صح؟ هنبقى محتاجينها أكتر عشان نقدر نعيش. ده صحيح جدا. الحمل الزائد للمعلومات بيخلينا نعتمد عليها أكتر. طيب السؤال بقى،
يا ترى إيه أهمية إننا نحاول نحافظ على مصداقية ونزاهة الإشارات اللي بنعتمد عليها في الاختصارات دي؟ يعني إيه اللي ممكن يحصل للمجتمع لو ما بقناش قادرين نثق فعلا في سلوك الأغلبية كدليل الإثبات الاجتماعي؟ أو لو ما بقناش قادرين نثق في الهدايا الصغيرة أو التنازلات ككرم حقيقي الرد بالمثل؟ أو حتى لو فقدنا الثقة في مشاعر الإعجاب التلقائي اللي بنحسها تجاه الآخرين الإعجاب؟ لو عرفنا إن كل الإشارات دي ممكن تكون متلاعب بيها ومنتشرة الاستغلال لدرجة إنها فقدت معناها الأصلي، إيه اللي هيحصل لو الاختصارات دي نفسها باظت؟ سؤال مهم فعلا ويستدعي تأمل عميق في مستقبل تفاعلاتنا الاجتماعية. نتمنى يكون الاستكشاف ده لبعض أفكار سيالديني يقدم بعض الإضاءات المفيدة حول طريقة عمل عقولنا في مواقف الإقناع والتأثير اليومية. وإلى اللقاء إن شاء الله في مناقشة متعمقة جديدة قريباً.